السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم جولة جديدة من قناة منوعات وحكايات مع شمس. اقترب حلول شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب الشهر المعظم بتظهر بضائع مختلفة في الأسواق بيرتبط عرضها بحلول رمضان، مثل المكسرات والفستق والبندق واللوز والكاجو والجوز واليميش والفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش والتين وغيرها، وكذلك البلح الأسواني. ومن أشهر المناطق بالقاهرة التي تعرض البلح واليميش منطقة ساحل الغلال بكورنيش النيل. احنا دلوقتي في كوبري الساحل على كورنيش النيل. تعالوا مع بعض ندخل وكالة البلح او سوق البلح من جوه ونشوف المنتجات المعروضة فيه بمناسبة شهر رمضان الكريم. بتضم المنطقة مخازن ممتدة للسلع الغذائية الأساسية من البقوليات والدقيق والرز والمكرونة وغيرها. ومع اقتراب رمضان بيعرض الباعة بضائع اليميش والبلح والمكسرات أمام المحلات، كما يحضر عدد من التجار من بعض محافظات الصعيد لعرض البلح الأسواني بأنواعه لبيعه في القاهرة. ننزل ونرصد معاكم أسعار البلح وبعض السلع بالسوق من خلال جولة على الباعة، حيث يبدأ سعر كيلو البلح من 20 جنيه وبيرتفع السعر حسب حجم البلح ونوعها وجودتها، ويصل أعلى سعر للبلح 120 جنيه في بعض المفروشات في المحلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات وحكايات مع شمس، احنا دلوقتي في وكالة البلح وهنسأل على الأسعار. معانا أم آية. أم آية هتعرفنا على أسعار كل حاجة النهاردة في السوق. تسألي على ايه يعني؟ كل حاجة، الأسعار اللي هي خاصة رمضان كلها، يعني اليميش رمضان الجديد. هي الأسعار غالية أصلا، يعني الطاق 3 و4. لا بيبدأ من أول 100 جنيه و130 و140 لحد 220 و230. مفيش امل الحاجه دي ترخص؟ الله أعلم، هو كله بقى بيقول لك الدولار ومش الدولار، كله ماشي بحوار الدولار ده، إن الدولار بيعلى الحاجة عالية، اللي بيغلى ما بينزلش تاني. تمام. وحتى البقول عليت برضه الطاق 3. يعني غلي الحاجة، غليت قوي 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 قوي، والناس مش قادرة إن هي تجيب. يعني في أيام زي كده كان الشارع ده ما تعرفش تعدي فيه، دلوقتي بص الدنيا مهوية، واللي كان بيجي ياخد كيلو من حاجة بيجي ياخد طن يا إما ربع كيلو بسبب الغلا. هي عارفة بصوا يعني الأسعار البلح يعني حنينة شوية، بتبدأ من أول 25 30 40. الأسعار ديت بالنسبة للأسعار اللي بره هي مخفضة، ولا الأسعار اللي بره هي نفس الأسعار اللي هنا؟ بما إن وكالة البلح يعني هي يعتبر أسعارها غالية. يعني هي حنينة شوية عن بره على الكورنيش، الكورنيش عالي عالي شوية. هنا الأسعار يعني لحد ما حنينة شوية. شوية. نورتنا في منوعات وحكايات مع شمس. كل سنة وانتم طيبين. وزي ما سمعنا ان الاسعار دايما في تزايد سواء في المكان ده او غيره، بس مهما كان المكان ده اقل سعرا من اي اماكن تانية بره. وطبعا بيرتفع سعر البلح تدريجيا حسب النوع والجودة، وبيعد البلح المصري ابرز السلع مبيعا مع اقتراب الشهر الكريم، ولهذا بتتعدد انواعه واصنافه واسعاره في السوق. حبيبي. طبعا بدأت في الأيام القليلة الماضية
في عرض يميش رمضان، ونظرا للظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى العالمي وإيقاف الاستيراد، لجأ كبار المستوردين إلى الاعتماد على الكميات المستوردة من العام الماضي، وطبعا ده بسبب ارتفاع وتكاليف السلع المستوردة بالدولار وعرض مخزون الأعوام الماضية والذي يكفي إلى عام 2025. سوق الساحل في رود الفرج، والذي أنشأ آخر الستينات، وهو إحدى أقدم الأسواق في مصر لتجارة البلح واليميش جملة وتجزئة، وبيقع بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة، والتي تضم مخازن ممتدة للسلع الغذائية والأساسية من البقوليات والدقيق والشراء. فهناك إقبال على حد ما، لكن المواطن على سبيل المثال أصبح بيشتري 2 كيلو بدلا من 5 كيلو نظرا لارتفاع أسعار اليميش والمكسرات وغيرها من مستلزمات الشهر الكريم. دي كانت جولتنا معاكم النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.